كفايه تسكرول، كفايه جالك كتف في قفاك بقيت عامل كده. قوم اعمل لنا قهوه، اسمع الكلام قوم. بس تعالى تاني عشان اقول لك تعمل ايه وتبقى برنس في نفسك وتعمل بيزنس حلو. ندخل بقى في الموضوع. مش بيقول لك انت مش شجره سافر؟ عمك رائد بقى بيقول لك انت مش موظف، انت رائد اعمال واحلى رائد كمان، وهفهمك ازاي تفتح مشروع. تقول جواك دلوقتي يا عم انا مش معايا فلوس اطلع على اول الشارع. انا جاي اقول لك تعمل فلوس ازاي عشان تطلع على اول الشارع. انا مش هعمل زي كل الناس واطلع اقول لك اعمل مشروع وخليك جريء وامسك السلك عريان. لا 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 لا، ده انا عمك رائد، عندي قصص وحكايات لمشاريع والناس عايشين معانا. هحكي لك قصصهم وافكارهم وازاي عدوا الفلنكات وعملوا فلوس بالهبول. بقول لك على افكار جديده في كل المجالات، بقول لك تمشي ازاي وما تمشيش ازاي. ما هو انت قاعد ليل ونهار على التليفون والنت وكمان بتاخده معاك الحمام، وده كله وما بتستفادش باي حاجه بجد ومن غير هزار. لو عايز تفضل يا ابني طول عمرك موظف وصاحب الشغل يبكتك ومديرك يهزقك ويخصم لك، ويوم ما يحبوك يدوك زياده 700 جنيه فوق المرتب ويقول لك انت ابن الشركه. لو عاوز كده خليك بقى، ولو مش عاوز كده يبقى خليك مع عمك رائد اللي جاي يقول لك الفوله بتاع المشاريع بتمشي ازاي. كل اللي عليك ركز معايا في القصص اللي هقولها لك، مش عشان هي قصص حلوه، لا عشان احنا تعبنا لحد ما جبناها. عاوزك كده تبقى ناصح وتقرا بين السطور وتفهم الكلام والناس دي نجحت ازاي، وتاخد الافكار وتطبقها وتمشيها مع المكان اللي انت فيه. هقول لك ازاي تبقى مبدع، واول ما تيجي تفتح مشروع ما تفتحش المشروع والسلام، لا تبقى رائد اعمال زي عمك رائد كده. ولما اقول لك رائد اعمال تعرف انك هتفتح مشروع، بس مش اي مشروع. عارف ان دماغك معبيه افكار ياما لما ورد، بس مش عارف تاخد قرار هتصرف ازاي وتصرف على المشروع ازاي. كل ده هقول لك عليه باذن الله اذا ربنا احيانا واحياك. بس كل اللي عليك تسال على عمك رائد كل يومين وما تنساهوش، عشان اللي ملوش خير في عم رائد ملوش خير في مشروعه. ويلا مع السلامه بقى، ونشوف مديرك اللي عمال يخصم لك كل ما يلاقي نفسه فاضي. يلا اقفل بقى، اقفل انا الاول. خلاص نعد لحد 3 ونقفل احنا الاثنين مع بعض. 1 2 3. مع السلامه. يلا مع السلامه، مع السلامه، السلام.